تطالب كرجل دين بأنه يعني عندك رغبة أنه تبقى مثلا غير المرجعيات الدينية يبقى البار؟ بلا شك. تريد أن يبقى البار؟ نعم، وكان لي خطاب في سنة 2003 وإخواننا المؤمنين جدا كانوا محضرين الكاسيتات أيام الحملة الانتخابية، بثوها على الناس وقالوا هذا صراحة يقول أنا طالب بحرية البارات، بوجود البارات. نعم، والآن أيضا أكرر بالقبر العتيق. كيف نصدق التيجاني هذا الذي يقترح في كتابه كل الحلول عند آل الرسول، يقترح فتح أسواق للبغاء لتفريغ الشهوة الحيوانية، لعل هذا من بركات هدايته. في النص هذا يتكلم الدكتور التيجاني عن مشكلة التعامل مع المشكلة المسألة الجنسية للشباب في العالم العربي. قال أن في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والممارسات السرية والتلهف على المرأة بشهوة حيوانية قاتلة. وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية. وقد وجد الفقهاء، يقول التيجاني، لهذه الظاهرة فتوى أكسبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم سد باب الذرائع، بمعنى أنه أحسن وأفضل من أن يتهجم الرجال على المحصنات من النساء والفتيات العفيفات، فلا يجد الرجل بعد هذه المحلات ذريعة يتذرع بها أمام القاضي في حالة تلبسه بجريمة الزنا. فكل فتاة أو امرأة ضبطت متلبسة وثبت أنها تتمعش من الخناء فإن القاضي يضعها في تلك المحلات العمومية فتصبح مومسة محترفة تحمل بطاقة مهنية ويحميها القانون وتدفع على ذلك ضريبة إلى الحكومة. وهذه المحلات قد وجدت من صدر الإسلام ولا زالت موجودة في كل البلدان العربية والإسلامية بشكل نادر، بل قد تجدها متعددة بعدد المدن في البلد الواحد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.